السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحضر معكم بسبوسة بالليمون بحجم عائلي. كنحتاجو في المقادير 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، ساشي ديال الفاني، كاس الليمون، كاس ديال الحليب، كاس ديال السميدة غليظة، كاس ديال السميدة رقيقة، كاس ديال الكوك، كاس ديال الزيت، وقشور الليمون اللي محكوكين، وجوج ساشيات ديال خميرة ديال الحلوى، قبيصة ديال الملح لتحسين الذوق. كنخلطو كلشي كنطحنوه في الخلاط الكهربائي. من بعد ما طحنا الخليط ديالنا هذا هو القوام ديالو. نديروه في المقلة ثقيلة اللي دهنتها بالزبدة ورشيت عليها سميدة رقيقة، والفران يكون سخون. هذا هو الشكل ديال البسبوسة ديالنا بعد ما طابت لينا. انا دهنتها بشوية ديال الكونفيتير ورشيت عليها شوية ديال الكوك. التزيين كيبقى على حسب الذوق. غنقطعها ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. كتجي زوينة وهشيشة ورطبة، وانتوما غتشوفوها كيفاش جات. ما كنحتاجو لا نسقيوها لا حتى شي حاجة، هادي راه ما ساقياهاش. كتجي رطبة بزاف ولذيذة وتستحق التجربة في الصراحة. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا على المتابعة.